بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى، صباح الخير على الحلوين. طبعا بجيب كل اسلحتي طبعا وكل الحاجات الحلوه اللي عندي. بتهيألي كده ان انا صاحيه الصبح عايزه كل الدنيا كلها، فببقى ساعات نايمه كتير جدا من غير عشاء. فزي ما انتم عارفين كده بحب احط كده كل الحاجات قدامي. وساعة لما باجي افطر بقى بشوف بقى يعني هاكل ايه الاول، ونفسي هتروح لي يعني ايه الاول، والحاجه الباقيه عادي ممكن اسيبها يعني. فمتخيلوش يعني ان انا ببقى حاطه كده البيت دي مفجوعه كده ليه. لا، ده مش كله طبعا باكله. ساعات مثلا باكل حاجه واحده او حاجتين وبرجع الحاجه الباقيه يعني. يلا صباحكم معطر بذكر الله. تعالوا بقى نبدا يومنا كده هنشوف هنعمل ايه في اليوم اللي كله مدعكه ده. طبعا بناتي بصيت لقيتهم جم يعني عليا على غفله كده، وكان يومين الصراحه صعبين. فانا يعني دمجت لكم اليومين مع بعض كده عشان تشوفوا الحوسه اللي انا كنت فيها. بصوا بتاع النايتايت دي بحبها جدا. اي نايت انا بحبه الصراحه، بيبقى طعمه حلو قوي مع كوبايه شاي كده او كوبايه نسكافيه. بس انا عاده بحب اشرب الصبح كوبايه شاي بلبن. بصوا بنتي بقى، يعني بناتي الاتنين جم على غفله كده. الصراحه ما كنتش اعرف ان هم جايين. لما لقوني الفتره اللي فاتت كانوا كل ما يكلموني في التليفون عمالين لاقيني بعيط بعيط بعيط. طب بتعيطي ليه يا ماما؟ في ايه ومش في ايه؟ بعيط على اي حاجه وخلاص، المهم ان انا عايزه اعيط وخلاص. فنفسيتي كانت تعبانه جدا، والصراحه قالوا لي طب احنا هنيجي عشان نفرفشك يعني وكده. بس ما خدتش يعني في الكلام، ما قلتش ايه يعني، لان بنتي التانية كانت بتمتحن، فقلت ان هم مش جايين. بصيت لقيتهم جولي على غفله كده. فالصراحه اما باباهم يعني بيجوا كده بيحب يعمل لهم، هم بيطلبوا يعني الاكلات اللي هم بيبقوا نفسهم ياكلوها، وباباهم ايه يعني بيجيب لهم يعني اللي هم عايزينه. فهم قالوا لي احنا عايزين ناكل مكرونه بالبشاميل وبانيه يعني وكده. وبنتي بقى التانية اللي هي اللي في النص دي قالت لي ايه، اعمل لك يا ماما قراقيش بعملها في بيتي بتطلع جميله جدا. قلت لها طيب ماشي، وماله يا حلاوته يا جماله. فالصراحه راحت كان عندي علبتين قشطه كده، كنت على طول بطلعهم معاكم في الفيديوهات. بخزنهم كده من ايه، من وش القشطه عندي. فخدتهم ما شاء الله عليها، بسم الله الله اكبر عليه يعني. بنات الشاطرين وستات بيوت ايه ما شاء الله عليهم. صينيه المكرونه البشاميل دي انا اللي عاملاها. انا لما بعمل حاجه ما بحبش حد يعني ايه يشاركني فيها، بحب اعمل حاجه من الالف لدي. والقراقيش دي بنتي بقى اللي هي في النص كانت عاملاها. البانيه بنتي الكبيره اللي كانت عاملاه. فكل واحد الصراحه بنبقى واقفين في المطبخ كده، ربنا يخلي لكم عيالكم يا رب، وتعيشوا كده وتفرحوا بيهم يا رب، اللهم امين. فمسكت بقى ايه، بصوا جوزي عمال بقى ايه، بيحب يعرف ان العيال الصغيره بيحبوا العنب، فجاب لهم عنب وخوخ وكده. فراحت قالت لي هاتي القشطه اللي عندك كلها خدها لك يا ماما، وايه وانا اعمل لك منها، اطلع لك منها احلى سمنه بلدي. انا عندي سمنه بلدي اصلا. قلت لها بدل الحوسه وتقعدي تضربي في القشطه وبتاع بتاخد وقت. قالت لي لا يا ماما. والصراحه كان عندي بلح اللي هو بتاع رمضان ده، بس مش اللي هو الطري، اللي هو الناشف. قالت لي انا عملت عندي في البيت منه وبطلعه عجوه. فقلت لها معقوله؟ قالت لي اه بيطلع حلو. قالت لي اه بيطلع حلو، جربيه كده ودوقي القراقيش بتاعتي وهتقولي حلو ولا مش حلو. العجوه اللي عملتها هي طلعت البلح اللي هو الناشف اللي هو احنا بنبله في رمضان ده. مسكته غسلته كويس وراحت سلقاه، حطيته في ميه كده وسلقته لغايه ما طري خالص. وبعد كده راحت مطلعه منه النوى، وراحت مكسراه في الكبه. ممكن تحطي له حبه ميه صغيرين كده وتروحي مكسراه في الكبه، او حبه لبن او حته زبده. ودي بقى العيب بقى الوحيد اللي في القراقيش، السوا بتاع الافران بتاعتي مجنناني. فالصراحه انا اتفقت مع جوزي، قلت له يا اما تغيرها لي، يا اما اتصلت بتوع الضمان فمنشفين ريقي بتاع ويستنج هاوس ده. استغفر الله العظيم يا رب ضمانهم. هي دي بقى القرقيش اللي بنتي كانت عاملاها. فجوزي بقى اللي انا عايز قرص من اللي هي الصغيره دي. فراحت عملت له كام قرصه صغيره كده، بس انتوا عارفين ده يعني ده كان قده مرتين كده. بس ما شاء الله العيال رايحين جايين عليهم عمالين يخطفوا فيهم، جننونا بقى الصراحه يا. فدي بقيت القراقيش، وكانت طالعه تحفه وتسلم ايديها. انا ساعات مثلا باخد اللي بتاع الصاج من الفرن اللي فوق ده، واروح حاطاه في الفرن اللي تحت. الفرن اللي تحت عندي شديد شويه، يعني بيحمر الحاجه يعني شويه عن الفرن اللي فوق، يعني شديد شويه يعني. ودي بقى دي بتاع العجوه اللي كانت فاضله. الصراحه انا قلت احطها في التلاجة ما احطهاش في الفريزر، عشان قلت اعمل بيها يعني ايه. طلعت لي اللبن اللي هو الرايب اللي هو بيطلع من وش القشطه ده. قالت لي ده يا ماما برضك تعملي بيه. انا كده كده كنت بعمل منه يعني زمان عجاين وكده، بس صاحبتكم بقت عارفين الافران بتاعتي مطلعه عينيا الصراحه. فما بقيتش ارضى اعمل اي حاجه في الفرن. كنت الاول الحاجات دي ما بتتقطعش من عندي، لان الفرن كان مساعدني وكان حامي وكده. عيالي بيقولوا لي الشمع بتاعه يعني بيتغير، اللي هو الفرن الكهرباء ده.
قالوا لي الشمع بتاعه بيتغير يا ماما وبيبقى شديد، بيرجع شديد ثاني تاني زي الاول. فمش مشكله، انا اصلا مزاجي مش رايق اليومين دول، فعادي كل الحاجات دي بقيت اجيبها جاهزه يعني من بره. ده بقى كانت بنتي مشيت اللي هي في النص دي، وراحت بنتي الكبيره كانت قاعده، فطبعا مش هتمشي بقى من غير غدا وكده. قلت لها لا ما تمشيش، كانت نفسها في الكفته اللي هي يعني اللي بتتصبع دي، الكفته اللي هي ام رز دي. فما جبناهاش في نفس اليوم، فجبناها لها تاني يوم بقى. فجوزي راح دايق بقى ايه، حضرت له الرز، وبتتعمل برز كده وبتغسلي كيلو رز، انا غسلت كيلو رز وهو بيعمل بقى كمية يعني كيلو رز، وعليها توم، وعليها بهارات بتاعتها، وعليها بصل، وعليها خضرة، والتوابل وكده. مش فاكره ايه تاني الصراحه. بس واللي هي الكفته اللي هي ام رز دي بحب احمرها، والصلصه بتاعتها بحب اعملها بتومه، مش بحب اعملها بالبصل. جوزي بيحب كل حاجه ببصل، بس انا بحب اعمل الباميه والكفته اللي هي ام رز دي الصلصه بتاعتها بتوم. جربوها كده بتوم. دي معلقه سكر طبعا عشان الحموضه، عشان انتوا عارفين الحموضه يعني مودينا في داهيه، فمعلقه سكر كده عشان خاطر تكسر بس السم بتاع الطماطم، وتعادل الحموضه بتاعه الطماطم. تعالوا بقى اتفرجوا على المدعكة واحنا بنعمل اللي بتاع الكفتة، وانا بحمر الكفتة. وتعالوا اتفرجوا على المهزلة اللي كانت في المطبخ عندي. عارفين كنت بشد في شعري من الراجل ومن ايه، من احفاده. عارفين كلوا لي نص الكفته وهي فاضل منها والله كتير جدا يعني، حتى بعد ما حطيتها في الصلصه اتفضل منها كتير جدا. بس بحس كده ان ايه، اني خلاص الكفته هاجي احطها في الصلصه. يعني هي دي بتاع المشكله بتاعت البيت المصري كله، تيجوا تحمروا الكفته وما تلاقوش فيها كفته تحطوها في الصلصه، مع ان جوزي عامل كتير، ده عامل كيلو بس ايه، بقوا عمالين كل شويه يخشوا يسرقوا مني وانا بحمر. اجي احمر وابص في الطبق، يا نهار ابيض، ده كانوا اللي انا حمرته، والدنيا حر جدا، وواقفه بقى يعني خلقي في مناخيري كده، عايزه اخلص، لدرجه انهم خلوني ايه، احط اللي بتاع الكفته في الصلصه قبل ما احط البطاطس. هتشوفوا دلوقتي، بس خليكم معايا ايه في المقاطع اللي ايه اللي جايه دي. بنتي قالت لي خبيهم يا ماما، خبيهم منهم. بس تخبي مين بقى، ده هو الراجل اللي بيسلطهم، وجدهم هو اللي بيسلطهم. وخشوا هاتوا لي ايه، صباعين. دول اخر صباعين والله، يا نانا والله دول اخر صباعين. بس جننوني بقى عقبال ما عملت الكفته. عارفين بعد ما كانوا حبه كتير قد كده، تبص تلاقوهم بقوا مكبشه صغيره. فيلا بالهنا والشفا على قلبهم. طبعا ده كل ده بيبقى تهريج يعني كده، وبيبقى بنناغش بعض كده في المطبخ يعني. وده بقى حبة رز كده عملتهم بشعرية كده وبسمنة بلدي، اللهم صل على النبي. وبعدين ايه، عملت بقى ايه اللي بتاع الكفتة، حمرتها ورحت احطها في الصلصة كده. انا بحب ايه، ساعات بقطع البطاطساية كده واحطها نية في قلب الصلصة بتاعه الكفته، بتاعه الصلصه بتاعه الكفته اللي انت هتحط فيها الكفته. بس من كتر استعجالي رحت حاطه حمرت البطاطس في الزيت، ورحت حاطه الكفته قبلها. يعني المفروض البطاطس بتتحط قبل الكفته. فطبعا مجننيني بقى وعايزه اطلع من المطبخ، وعارفين خلاص بقى يومين في المطبخ كانوا مدعكه. فقلت بقى ايه، يلا مش مشكله، يلا الهنا والشفا. عقبال كل مره بصراحه بقى لهم كتير ما جوش وكده. هنا دي بقى ايه، ده غير بقى التصبيعه بتاعه الكفته بقى. العيال الصغيرين قاعدين على البار عايزين هم يعني، يعني عيال بنتي عايزين ايه، بصوا مش مهنيني بعرف اصور ولا اي حاجه خالص. اقول ما تمدوش ايديكوا، واصوت ما تمدوش ايديكوا، مع ان يعني هم بيبقوا غاسلين ايديهم وكل حاجه، بس بيحبوا يعجنوا، عارفين بيحبوا يعجنوا زي عينيهم. وساعه اللي ما عملنا القراقيش دي برضك كانوا مجننينا، لازم ياخدوا من العجين ويقعدوا ايه يعجنوا في ايديهم كده. فيلا ربنا يخليكم حبايبكم كده يا رب، عقبال ما تشوف اي حد يشوف عياله وعيال عياله كده، يا رب ده بيبقى احساس حلو. دي الرساله اللي احنا بنكملها في حياتنا. يا رب يطلعوا برين بينا كده، وبرين يعني لما نكبر كده يقفوا جنبنا كده ويبقوا سندنا. طبعا على حسب حنيتك انت، لما بترمي حنية وبتزرعي لازم تحصدي. يا رب ان شاء الله الزرعة بتاعتنا كده تطلع حلوة، تطلع ثمارها جميلة كده. هي دي البطاطس بقى قطعتها مكعبات صغيره كده، بس هي عاده ما بتتاكلش يعني في الكفته. وانا كنت عايزه اقلل شويه من الصلصه، بس عارفين اللي هو اللي ايه، مش واعيه كده، وانا واقفه في المطبخ مش مظبوطه طول النهار بصوت. فحمرت بقى كده وعملت حبه رز بالشعريه، وكان الاكل الصراحه كان طعمه تحفه ويستاهل بقكم. تعالوا كلكم كلوا معانا. انا عارفه ان الشعب المصري كله بيحب بتاع الكفته اللي هي بتصبع دي، بيبقى ريحتها بتبقى جايبه الجو كده، وانت بتصبعيها تحبي تاكلي منها وهي بس الكفته بقيت عماله اقول لهم حمروها يعني، وانتوا بتصبعوها كده صبعوها صوابع طويله، عشان هي اول ما بتتحط في الزيت بتكش، ما اعرفش ليه، مع اني هو جوزي يعملها بلحمه بلدي يعني، مش لحمه بلدي، لحمه جملي، بس برضك بتكش كده، مش عارفه ليه الصباع يبقى كبير كده، واول ما تحطيه في الزيت تبصوا تلاقوا كش. بس الاكل كان طعمه حلو وكان طعمه تحفه يستاهل بقكم. يلا انا بتبسط معاكم والله، وبطلع من المود اللي انا فيه. فطبعا
يعني كنت تعبانه جدا اليومين اللي فاتوا، فانا بتعذب جدا والله يا بنات في تنزيل الفيديوهات دي. بالله عليكم كل اللي فيديو يعني يخش الفيديو عندي يشجعني كده ويحط لي لايك ويكتب لي كومنت، عشان خاطر الفيديوهات بتاعتي وقعت خالص. بالله عليكم انا مش يعني مش كل مره اقعد اتحايل عليكم. انا عارفه طبعا هو اللي بيحبوني بس هم اللي بي ايه بيحطوا لي اللايك بتاعي وبيكتبوا لي كومنت. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم. ده بقى كانت عشاء. كان جوزي كان جايب لنا كشري كده، علب كشري، وكان جايب رغيف. هو بيحب ياكل الكشري عندي بعيش يعني، بس كان جايب كشري كده بقى ويستاهل بقكم برضك. انا بحب الكشري بتاع بره جدا، مع ان انا بعمله حلو في البيت يعني، عيالي بيحبوه من ايديا، بس انا بحبه الصراحه من المحل يعني، بيبقى طعمه حلو. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله، هيبقى احلى من ده 100 مره. حاولوا بقى ان هما ايه يفتكسوا كده وبنتي كانت جايبه المضرب بتاع النسكافيه ده، عملوا ايس كوفي. بقيت اقول لهم نفسي اصور نفسي اصور، بس ما ادونيش فرصه. المره الجايه بقى ابقى اعمله لكم كده على استفاضه. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله، يبقى احلى من ده 100 مره. ما تاخذونيش بقى على التصوير وكده لو هو مش حلو، بس طبعا انتوا عارفين بقى المدعكه اللي بتبقى في المطبخ. يلا عقبال كل عزومه كده يا رب باذن الله، وعقبال ما تجمعوا حبايبكم عندكم. يلا سلام عليكم.